تشلف إلى حادث مرور خطير. الحافلة كانت عائدة بعد نهاية مباراة فريق جمعية تشلف أمام شبيبة بجاية من بجاية لحساب الجولة 23 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، إذ وخلال طريق العودة من بجاية تعرضت حافلة الأنصار لحادث خطير بالقرب من منطقة 14 بولاية بومرداس، أين اصطدمت الجهة الخلفية للحافلة بشاحنة كبيرة كانت متوقفة إثر حادث مرور كان قد وقع لها من قبل. الإصابات في صفوف أنصار جمعية تشلف كانت طفيفة ما عدا وفاة أحد المناصرين رحمه الله. للأسف أقول وفاة أحد المناصرين، فيما لا يزال مناصر آخر في غيبوبة، فيما نؤكد أن بقية المناصرين غادروا كلهم المستشفى لأن إصاباتهم كانت طفيفة. رحم الله والفقيد، وتعزينا للعائلة الشلفية ولعائلة المناصر الذين ندعو أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر المؤسف نكون قد وصلنا إلى